اختاروا 9 أماكن على وجه الأرض لا يسمح للبشر دخولها أو زيارتها لأسباب مختلفة، فمنها بسبب الكائنات التي تسكنها، وأخرى بسبب الأمراض، وهناك كهف ممنوع دخوله بسبب الأرواح التي تسكنه. فما هي أغرب 9 أماكن في العالم وأكثرهم رعبا؟ جزيرة الأفاعي، وهي جزيرة تقع قبالة سواحل البرازيل، وتعد موطنا لأنواع نادرة ومميتة بشكل لا يصدق من الثعابين، تسمى برأس الرمح الذهبي. ويعتبر سم إفعي رأس الرمح الذهبية خطيرا للغاية، لدرجة أنه يذيب اللحم البشري إذا تعرض له. ووفقا لبعض التقديرات هناك ثعبان 1 إلى 5 ثعابين في كل متر مربع واحد في هذه الجزيرة، وتمنع البرازيل أي كائن بشري من الدخول لهذه الجزيرة، خاصة وأن فرصة خروجه منها لن تتعدى 1%. جزيرة الأمراض قد تتعجب من وجود جزيرة مثل في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مدينة نيويورك تحتوي على جزيرة محظورة، وهي جزيرة نورث برازر على النهر الشرقي، والتي كانت موقعا خاصا للمرضى المصابين بأمراض معدية في أواخر القرن ال19، حيث كانت ملجأ في الماضي للأشخاص الذين كانوا يعانون من أمراض غير معروفة وقتها لتستخدم كحجر صحي. ومن ذلك الوقت يمنع أي إنسان أن يذهب إلى هناك للتحول إلى جزيرة مهجورة وخالية تماما من الحياة. ولكن مؤخرا قامت الحكومة الأمريكية بتحويلها إلى محمية طبيعية لطيور غرفة أسرار البابا في دولة الفاتيكان الصغيرة، التي تصل مساحتها إلى 0.49 كيلومتر. يزورها الملايين من الناس في روما كل عام، ويسمح لهم زيارة أي مكان هناك وتصويره. ولكن هناك منطقة واحدة في الدولة ذات السيادة الصغيرة والتي لا يمكن الوصول إليها تماما، وهي منطقة الأرشيف السري للفاتيكان، حيث إن الحكومة الأمريكية نفسها لم تعترف بوجود المنطقة 51 حتى عام 1992، حيث ذكر في وثائق صدرت عام 2013 اسم قاعدة نيفادا العسكرية يحدث فيها نشاطات عسكرية، ولم يكشف المسؤولون حتى الآن عن نوع النشاط الذي يجري هناك في هذه المنطقة. وبرغم ادعاء الحكومة الأمريكية المنطقة تحتوي فقط على منشأة لاختبار الطيران في صحراء نيفادا، ولكن هناك العديد من النظريات تؤكد بأن المنطقة تحوي أسرارا أخطر بكثير، قد تكون عسكرية أو علمية، وقد يكون لها علاقة بدراسة الكائنات الفضائية. كهف الأرواح في عام 1974 اكتشف بعض المزارعين في الصين أصواتا غريبة تخرج من أحد الكهوف، وعندما بدأوا بالبحث تفاجأوا بوجود قبر لأول إمبراطور صيني في التاريخ، وهو تشين شي هوان. وبعد ذلك تم الاستعانة بفرق متخصصة لبحث في هذه المنطقة، لا لتأكد من مصدر تلك الأصوات الغريبة، حتى وجد علماء الآثار في هذا الوقت حوالي 1000 جندي تحت الأرض، ويتوقعون أن هناك حوالي 8000 جندي آخر لم يتم اكتشافهم.